شكل الدراما زمان على مدار سنين كتير اتغير، من اول الرايه البيضاء مرورا بالمال والبنون وليالي الحلميه بال80 جزء بتوعها، وبعد كده لن اعيش في جلباب ابي على الحاج متولي وابن حلال وكلبش والاسطوره وجعفر العمده. شويه اعمال دراميه تنزل في رمضان بتلم الناس حواليها وتخليهم يقعدوا يتفرجوا عليها وهم بيهضموا بعد الفطار على طول. هاتي الدالي على ابو ظبي. لحد ما جه الفنان احمد العوضي اللي عمل اول عمل فني ليه اللي ملوش كبير، وعينك ما تشوف الا النور. ما تخليش اعملها عليك بقى، على الله حكايتك. مقاييس الجمال في اختيار بطلة العمل اتضربت بالدبابات، لان الممثلات بقوا بيختاروهم بناء على قد ايه هم عندهم ترهلات بعض الاماكن في الجسم. مثلا الفنانه ياسمين عبد العزيز في المسلسل ده كانت ما شاء الله عندها بعض المشاكل في زياده الوزن، في نفس الوقت احمد العوضي كان بيقول عليها مهره. انت منين يا ست الكل؟ جاتك ايه؟ من جهنم الحمر مالكش فيه. طب انا راضي ذمتكم، الجسم ده ينفع يتقال عليه جسم مثالي؟